ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقولك على شويه تسريبات هينزلوا معانا في بيس 2025، والتسريبات دي الصراحه تسريبات جامده جدا جدا جدا، وموثوق فيها بنسبه من 80 ل 90%. يعني التسريبات دي مضمونه بنسبه كبيره جدا انها تنزل معانا في بيس 2025. فيا اخواتي ما تنساش تنضم لجروب التيلي، هتلاقي سايبهولك فوق الكومنت او في الوصف بتاع الفيديو. بنقدم هناك تسريبات وحاجات جامده جدا جدا. من غير كلام كتير تعال اقول لك على التسريبات اللي هتنزل معانا، المحتمل انها تنزل معانا في بيس 2025. واول حاجه متوقع انها تنزل معانا هو انه يتغير الغلاف بتاع اللعبه، لان زي ما احنا عارفين كل ما بتنزل نسخه جديده من بيس بيتغير الغلاف بتاع اللعبه. تمام يا اخواتي، فاحتمال كبير انه يتغير الغلاف بتاع اللعبه بنسبه كبيره جدا جدا جدا. وتاني حاجه متوقع انها تنزل معانا برضو هي استبدال اللاعبين، اللي هي تغيير اللاعبين من فريق لفريق. يعني مثلا انت لو معاك حسابين وطلع لك مثلا لاعب هنا مميز وعايز تقول له فريقك التاني، ممكن يتنقل عادي. بس دي متهيألي هتتضاف اللي هي لما بتبقى بتلعب مدوشة مثلا انت واصدقائك بس يعني وكده، فمش عارف يعني هتتضاف في الحسابات الأساسية ولا لأ. بس احتمال كبير إنها تنزل معانا في بيس 2025، ولو نزلت هتبقى إضافة قوية برضو لبيس 2025. وبيس 2025 الصراحة يا إخواتي هتكون يعتبر نسخة جامدة من بيس، هتكون نسخة خرافية جدا جدا جدا. وتالت حاجة معانا المتوقع نزولها بنسبة كبيرة جدا 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 هو إنه ينزل معانا باكج إيبك مجاني زي اللي نزل معانا في بيس 2022، اللي حصلنا منه على 3 فتحات مجانيين. والصراحه يا اخواتي لو نزل باكج زي ده في بدايه بيس 2025 فالصراحه هيكون باكج جامد جدا جدا جدا، وهيكون باكج برضو مجمع من لاعبين ايبك سابقين برضو كانوا نزلتهم اللعبه، يعني زي دروجبا وكده، يعني زي الباكج اللي نزل معانا في بيس 2022. فالصراحه يا اخواتي ده هتكون برضو اضافه قويه جدا في بدايه بيس 2025، غير الكويز اللي هتديهولنا، وغير يعني هتمسي علينا مسيه جامده بيس 2025 الصراحه. وكونامي تشرفنا شرفه جامده في بيس 2025. ولو نزل الباكج ده الصراحه هيكون باكج جامد جدا جدا جدا، وهيساعد اللعبه انها يزداد عدد تحميلاتها وكده يعني، وهي مش خسرانه حاجه يعني، عشان اللاعبين دول اصلا نزلوا قبل كده والناس صرفت عليهم كوينز، ده هينزلوا تاني مجانا يعني مش هيحصل حاجه، وهي مش خسرانه حاجه برضو. ده هي هتكسب، بالعكس هتكسب ناس اضافيين يحملوها، وهتكسب محبين جداد للعبه. ورابع حاجه متوقع انها تنزل معانا هم انهم يدونا لاعب مجاني بمناسبه نزول بيس 2025، يدونا كنظام احتفاليه كده، ويدونا لاعب مجاني زي مثلا لاعبين الشركاء هم زي نيمار مثلا او ميسي او ارنولد، واحد من اللاعبين دول. وهيدونا مثلا كوينز، ومثلا هيدونا اللي هو جي بي، او اللي هيدونا ترينر. تمام يا اخواتي، او هيدونا عملات جي بي اللي هي الحمراء. تمام يا اخواتي، فيعني ممكن ينزلوا احتفاليه للاعب، ويدونا برضو زي ما نزل قبل كده في بيس 2022 وفي بيس 2023، ونزل معانا برضو في بدايه بيس 2024. فالصراحه يا اخواتي يعني النسخه دي من بيس 2025 هتكون نسخه جامده، ولو عملوا لنا الاحتفاليه دي هتكون اجمد واجمد. يا اما هيعملوا لنا الاحتفاليه اللي هي بتاعه اللاعب دي يدونا لاعب مجاني، او اما هينزلوا لنا اللي هو باكج الايبك، اللي هو المجاني اللي هيدونا عليه 3 فتحات مجانيين. ففي كلا الحالتين احنا مستفيدين وهم مستفيدين برضو. فالصراحه يا اخواتي في بدايه بيس 2025 هتكون لعبه اسطوريه ولعبه خرافيه جدا جدا جدا. وبس كده يا اخواتي، كنت قلت لك على كل التسريبات اللي هتنزل معانا في بدايه بيس 2025. فما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك، وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو بين كل اصحابك واخواتك. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.